ببالغ الحزن والأسى أعلنت مصالح الأمن أن المغني الوهراني شقرون حسني البالغ من العمر 26 سنة والمعروف في أوساط الراي باسم شاب حسني اغتيل اليوم الخميس على الساعة 12 صباحا رميا بالرصاص أمام مقر سكنه بحي قنبيطة بوهران. الأصدقاء السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. اليوم غادي نرجعوا للماضي الجميل والحزين في نفس الوقت. غادي نرجعوا للجزائر في مدينة وهران وبالضبط في حي قنبيطة، الحي اللي غادي يخرج لنا واحد من أكبر نجوم الراي في العالم وفي التاريخ، الفنان اللي فات الحدود وبهر كاع الناس بصوته، وبلا شك غادي تكونوا عرفتوني على ايش كندوي. نعم أصدقائي، اليوم غادي نتكلموا على القصة ديال الشاب حسني، الفنان اللي دار البوز ديال بصح وخلى بصمة خيالية ما عمرها غادي تنسى، كما أنه خلى جرح عميق في القلوب ديال الملايين ديال لي فان ديالو، وغادي يخلي أيضا تساؤلات كثيرة على الموت ديالو اللي كانت بطريقة غامضة. اليوم غادي ندخلوا في الأعماق ديال قصة الشاب حسني، وغادي نتعرفوا على بزاف ديال الأسئلة اللي منها شكون هو حسني، وكيفاش كانت المسيرة ديالو من نهار تزاد، وشنو طرا في النهار المشؤوم اللي كان هو 29 سبتمبر 1994 اللي كان تقتل فيه الشاب حسني، وشكون هو السبب اللي كان في الوفاة ديالو، واش كانت تصفية حسابات ولا جريمة منظمة. فإلا بغيتي تعرف الجواب ديال هاد الأسئلة خليك متبع معايا القصة للنهاية. اللايك بلا ما نوصيك عليها حيت عارفك غادي تكون ديجا درتيها، وإلا كنتي جديد وأول مرة كتشوف هاد القناة المتواضعة مرحبا بك في العائلة. بلا ما نطول عليكم ويلا ندخلوا في التفاصيل. 1 فبراير سنة 1968 في مدينة وهران الجزائرية في واحد الحي شعبي سميتو حي قنبيطة غادي يتزاد بيبي صغيور كيوت سماوه والديه حسني. الحي اللي غادي يكبر فيه حسني كان بسيط جدا، ديور كانوا شعبيين وبساط ودراري صغار كيلعبوا في التراب، والناس كانوا معاونين مع بعضياتهم كيكافحوا كل نهار وسط الفقر والهشاشة. المهم داكشي كان بسيط جدا وعلى قد الحال، سيرتو ان الجزائر في هذيك الفترة كانت كدوز من مرحلة صعبة جدا، لحقاش كانت يلا خارجة من الاستعمار الفرنسي. البلاد كانت كتعاني ديال بصح والناس كيقاسيو بكل ما للكلمة من معنى. العائلة اللي تزاد فيها حسني كانت فقيرة ومتواضعة وعلى قد الحال، وحتى الدار اللي كبر فيها كانت بسيطة جدا والسقف ديالها من القصدير يعني من الزنك. في الوقيته اللي كانت كطيح الشتا الصوت ديال المطر كان كيفيق الزنقة كاملة، وراكم عارفين الحياة في مدن الصفيح كيفاش دايرة، في الشتا كتكون باردة بحال الفريغو وفي الصيف كتكون سخونة بحال الفران. ولكن وخا هاد المعاناة وهاد الهشاشة حسني كبر وسط عائلي دافئ جدا وكانوا مجموعين، خصوصا مع واحد الأم قوية وصبارة ورباتو مع 7 ديال الخوت وكان هو الولد الرابع فيهم. حسني كان من صغرو كيتميز بالهدوء وديما ساكت وكيلاحظ، ولكن وخا هكا كان طفل ذكي ودغيا كيستوعب، ومن صغرو كان مهووس بالسماع ديال الأغاني في الراديو، دغيا كيبقى يحفظ الكلمات وكيبقى يعاود فيهم في الدروج وفي السطاح ولا في الزنقة ولا في أي بلاصة. الصوت ديالو كان جذاب من صغرو. حسني كان عزيز عليه شي حاجة سميتها الفن والآلات الموسيقية بكاع الأنواع ديالها، ولكن مع الأسف الحالة المادية ديال دارهم كانت ضعيفة جدا. الأب كان خدام خدمة بسيطة والأم ربة بيت كتقاتل باش توفر لولادها ما ياكلوا وما يشربوا. ما كانش يمكن ليهم يشريو ليه آلات موسيقية ولا يصيفطوه للمعهد يطور الموهبة ديالو، ولكن حسني ما كان محتاج لا قراية ولا معهد، لحقاش الموهبة كانت عنده كتجري في الدم. صوته الرنان كان كيغني على هادشي كامل. حسني بدا كيغني في الحومة وسط العائلة وفي العراسات وفي المناسبات. الصوت ديالو العذب كان كينغم الصغير والكبير والغني والفقير. واحد الحاجة اللي غادي تجيك غريبة شوية، حسني قبل ما يدخل العالم ديال الموسيقى كان عنده شغف وهواية بعيدة تماما على الغنى اللي هي كرة القدم. حسني كان كيموت على شي حاجة سميتها كرة، وكان واحد اللاعب اللي موهوب في الفرقة ديال الحي ديالو اللي هي قنبيطة، وبزاف ديال الناس اللي عاصروه ديك الساعة كيقدموا شهادات باللي حسني كون كمل في كرة مشى مزيان، كان غادي يولي لاعب كبير في المستقبل ومشهور بفضل الموهبة اللي كانت عنده. ولكن القدر كان مخبي ليه طريق آخر، طريق الفن اللي غادي تخلي سميتو تبقى معروفة لسنوات وسنوات. وكيقولوا باللي السبب اللي خلاه يحبس كرة ويتحول للموسيقى هو انه في واحد الماتش طاح طيحة خايبة وتلوات ليه رجليه وتهرس، ومن ثم الاب ديالو منع عليه يلعب كرة مرة اخرى. ومن هنا غادي تبدا القصة الحقيقية ديال حسني شقرون مع الفن، الصوت اللي غادي يخرج من رحم الفقر والمعاناة باش يولي أسطورة عالمية. ولكن مع الأسف الأسطورة ما غاديش تكمل. من بعد ما كان كيغني في العراسات ديال الحومة، حسني بدا كيكبر والحلم ديالو بدا كيكبر معاه، بدا كيحس بلي صوته ما خاصوش يبقى محبوس غير في وهران، بل خاصو يوصل للعالم كله. رغم الفقر وغياب الدعم بدا كيسجل الأغاني الأولى ديالو في استوديو بسيط في الحي ديالهم، ورغم الظروف الصعبة إلا أن الإصرار ديالو كان هو السلاح الوحيد اللي خلاه يستمر. وشوية بشوية بداو كيتلاقاو معاه فرق موسيقية عندهم نفس الشغف، وقدر يخلق أسلوب غنائي جديد مزج فيه ما بين الغناء الشعبي والراي العاطفي.
وأهم حاجة ميزات الأغاني ديال الشاب حسني عن باقي الأغاني هي الكلمات الصادقة والعميقة والنقية اللي كتوشي القلوب ديال الناس، واللي كانت كتهضر على الحب والعشق والغرام وأمور فحال هكا. ومن بين الأغاني اللي دارت البوز ديال بصح في الجزائر والمغرب العربي كامل ديك الساعة كانت أغنية طال غيابك يا غزالي وأغنية البيضاء منامور، أغاني اللي كانت كتعاود قصص واقعية على الحب والفراق، وأي واحد كان كيسمعها كان كيتعلق بالصوت ديال الشاب حسني. وهكا بدا الاسم ديالو كيتعرف والشهرة ديالو بدات كتزيد كتر وكتر. في وسط هذا النجاح اللي كان كيعيش الشاب حسني هو كان كيبغي يحافظ على الحياة الشخصية ديالو بعيدة على الأضواء والشهرة، ومن الحوايج المهمة في الحياة ديالو أنه تزوج بواحد السيدة سميتها مليكة، وهذا الشيء من بعد واحد القصة حب عاشها مع داك السيدة اللي كانت صادقة ديال بصح واللي كانت كتدعمو في المسيرة ديالو. حسني والسيدة مليكة رزقهم الله بولد سماوه عبد الله. وجود مليكة وولدو عبد الله كان كيعطيه استقرار نفسي وقوة كبيرة وسط الضغوطات اللي كان كيعيش. ومع الشهرة الكبيرة بدا كيحس بالضغط كيزيد كل نهار. الشهرة بطبيعة الحال ما غاديش تجيب ليه غير المتابعين والمحبين، غادي تجيب ليه الحسد والغيرة من شي فنانين اللي شافوه منافس خطير ليهم، وحتى من بعض وسائل الإعلام اللي كانت كتنتقد الأسلوب الغنائي ديالو الغرامي غير التقليدي. ولكن رغم هاد التحديات حسني كانت عنده علاقة خيالية مع الجمهور ديالو، والحفلات اللي كان كيدير كانت كتخلي الجمهور يجي ليها من كل حدب وصوب، وكان كينشط الناس وكيفاجئ عليهم في أوقات صعيبة اللي كانت كدوز منها البلاد. ولكن هذا النجاح السريع والشرس كانت عنده آثار جانبية. هذا النجاح غادي يجذب ليه أعداء كتار، ما بغاوش الصوت ديالو يبقى مسموع وما بغاوهش يزيد يأثر في الشباب. وهنا فين غادي تبدا الصراعات اللي غادي تغير مجرى الحياة ديال الشاب حسني والمسيرة ديالو بالكامل. في بداية التسعينات الجزائر غادي تدخل في مرحلة سوداء وخطيرة سميتها العشرية السوداء، حرب أهلية دامت تقريبا 10 ديال السنوات، كانت كلها دماء وعنف واغتيالات، وكل نهار كيتسمع خبر اغتيال صحفي ولا شي فنان ولا سياسي، وأي صوت حر ولا شخصية عندها تأثير على الشباب والشارع راه في خطر ومستهدفة. الشاب حسني رغم أن الأغاني ديالو ما كانتش سياسية نهائيا وبعيدة كل البعد على السلطة والسياسة، إلا أنه كان كيمتلك أكبر قاعدة جماهيرية وتأثير على الشباب في هذاك الوقت. هنا التأثير ما كانش كيعجب بعض الجهات، وبداو كيوصلوه رسائل تهديد مباشرة مكتوب فيها كلام خطير جدا، يا تحبس هاد الشيء يا الموت ديالك راه قربات. هنا ولا باين باللي كاين اللي بغى يسكت حسني بأي ثمن، ولكن حسني ما كانش كيديها في هاد التهديدات نهائيا. ديما كان كيقول أنا كندير الفن ماشي للسياسة، واللي كيغني على الحب ما خاصوش يخاف أبدا. ولكن الضغط كان كيزيد على حسني كل نهار. هاد التهديدات ما جاتش غير الشاب حسني بوحدو، بل توشات بزاف ديال الفنانين، كاين منهم اللي اعتزلوا وشي وحدين هربوا في حالهم وخواو البلاد. ولكن حسني قرر يغامر ويبقى في بلادو الجزائر، كينتج الأغاني وكيغني وكينظم الحفلات. ولكن في أحد الأيام طرات محاولة تفجير قدام الاستوديو فين كان كيسجل. حسني داك النهار كتب ليه أمر جديد وفلت منها بأعجوبة. ولكن من بعد هاد الحادثة كلشي ولا عارف باللي حسني ولا مستهدف، لدرجة أن شي وحدين من صحابو بداو كيخافوا وكيبعدوا على حسني خوفا على الأرواح ديالهم، وبزاف ديال الموسيقيين رفضوا يكملوا معاه في هاد الميدان. ولكن حسني وخا هكاك بقى صامد وكيغني على الحب وسط هاد الفوضى اللي طاريه في البلاد. كان كل نهار كيخرج فيه من دارو ما كيعرفش واش غادي يرجع حي ولا في صندوق، حتى جا داك النهار الاسود اللي هو 29 سبتمبر سنه 1994، نهار اللي غادي يبقى منقوش في الذاكره ديال كل محبي الشاب حسني. نهار كان بدا عادي في كاع الايام في حي قنبيطه، ولكن غادي يسالي بفاجعه هزات العالم كامل. حسني هذاك النهار خرج من دارو كيف العاده، كان كيتمشى مع واحد صاحبه مقرب ليه كيهضروا على المستقبل والموسيقى وامور فحال هكا، والجو كان هادئ والناس دايزين بلا ما يشك حتى شي واحد في شي حاجه غادي تطرا. فجاه جاو جوج ديال الرجال على موطور وقفوا قدامه، واحد منهم بلا ما يدوي وبلا ما يتكلم جبد مسدس وطلق 3 ديال القرطاسات في الصدر ديال الشاب حسني. الناس اللي كانوا تما جمد ليهم الماء في الركابي وتخلعوا ديال بصح وتجمعوا باش يشوفوا شنو كاين. الام ديال الشاب حسني غير سمعت الخبر صافي سخفات بلاصتها، وطاح الشاب حسني جثه هامده في الشارع اللي تزاد وتربى فيه وكبر فيه. خرجوا الجيران بالغوات والروينه ناضت، جاو البوليس والاسعاف، ولكن بعد فوات الاوان. مات الشاب حسني ومات معاه رمز من رموز الفن الشعبي. 3 ديال القرطاسات كانوا كافيين باش يسكتوا هاد الصوت الرنان. وهنا فين غادي تبدا صفحه جديده، صفحه ديال الغموض. شكون قتل الشاب حسني؟ وشكون كان مور هاد الجريمه؟ واش الجماعات المسلحه ولا العسكر، ولا ربما تكون شي منافسه فنيه؟ هاد الاسئله بقات مطروحه حتى اليوم ولكن بدون جواب قاطع. ومن بعد الاغتيال ديال الشاب حسني تخلقات بزاف ديال الروايات والتحليلات. الروايه الاولى كتقول باللي الحسد والغيره الفنيه الشديده من طرف شي منافسين وسط الراي اللي دفعتهم يتخلصوا منه، سيرتو ان المنافسه ديك الساعه كانت حاميه جدا.
الرواية الثانية كتربط المقتل بجريمة سياسية وتصفية من طرف النظام يعني العسكر، نظرا للتأثير الجماهيري الخيالي اللي كان عنده على الشباب في فترة حساسة ومتقلبة في تاريخ البلاد. الرواية الثالثة كتقول أن الجماعات الإسلامية المسلحة هي اللي صفاتها ليه، لأنه كان كينشر الغناء وسط الشباب، وهذا الشيء كيف كنعرفوا بأنه حرام. الرواية الرابعة كترجح وجود أسباب وخلافات شخصية. وبعد مرور سنين وسنين على موت الشاب حسني رحمه الله، مازال بزاف ديال الناس كيتصنتوا الأغاني ديالو ولات جزء من التراث الموسيقي اللي كيحكي قصة كفاح شاب بسيط وصل للعالمية وسكن في القلوب. وهذه كانت هي الحكاية ديال الشاب حسني، الشاب اللي غادي نقولوا ما بداش من الصفر، وإنما بدا بشي حاجة قل من الصفر. الشاب اللي كان لا سياسي ولا منتمي لحتى شي حزب، ولكن تقتل بدم بارد قدام دارو وتحت الأنظار ديال الجيران، وبقات القضية ديالو لغز مجهول ليومنا هذا. وانتم أصدقائي ما تنساوش تشاركونا بآراء ديالكم في التعليقات. في نظركم شكون اللي كانت عنده مصلحة يقتل الشاب حسني؟ هبطوا لتحت وخليو لنا الآراء ديالكم في التعليقات، وبارطاجيو الحلقة مع أصحابكم. وحتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونشوفكم في قصة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.